في أواخر عام 2018 تقريبًا الحقيقة انتشرت جريمة بشعة ولقت يعني أذكّر حضراتكم بالتفاصيل، خطيبته قتلته بمساعدة والدها ودفنوه في المطبخ وكمان تم السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قصة جديدة. اليوم إن شاء الله القصة اللي غادي نحكي لكم قصة اللي واقعية، قصة اللي مشوقة ومثيرة. هاد القصة هذه الأحداث ديالها غريبة بزاف. هاد القصة غادي تصدمكم، خصوصا في الناس اللي ارتكبوا الجرم ديال هاد القصة. تنتمنى أنكم تتبعوا الفيديو حتى الأخير، والناس اللي مازال ما مشتركاش في القناة تشترك في القناة، غتسمعوا حكايات اللي غادي تعجبكم بزاف. شكرا لكم بزاف. القصة ديال اليوم أصدقائي وقعت ما بين جوج ديال العائلات، العائلة ديال بسام والعائلة ديال حبيبة. بسام طالب كيقرا في لافاك. واحد النهار حتى بانت ليه واحد البنت، عجباتو بزاف وقرر باش يتعرف عليها. فبدا كيسول عليها حتى لقى بانها سميتها حبيبة وكتقرا في نفس لافاك اللي كيقرا فيها هو. ولا كيشوفها زادت عجباتو بزاف وقرر باش يزيد يتعرف عليها اكثر ويعرفها فين كتسكن وداكشي اللي كان. بقى كيسول حتى لقاها بانها كتسكن قريبه من المنطقه اللي كيسكن فيها هو. لقاه انه عامل مزيان قريبه له وكتقرا في نفس لافاك اللي كيقرا فيها، يعني غادي يولي يشوفها كل نهار. ولا كيتسناها حدا لافاك كتجي كيشوفها في الصباح في العشيه. من بعد قرر انه يمشي عندها ويتعرف عليها ويبوح ليها بداك الحب ديالو. داكشي اللي كان. واحد النهار حتى مشى عندها وهضر معاها، حتى هي بادلاتو تقريبا نفس الشعور. تعرفوا على بدياتهم ولاو كيخرجوا. من بعد قرر بسام انه يهدر مع دارهم باش يمشيو يخطبوها له. بسام من واحد العائله اللي لاباس عليهم ومعروفين، فوافقوا والديه انه يمشيو يخطبوها له على اساس انهم يخطبوها له حتى يكملوا القرايه ديالهم وديك الساعه يتزوجوا. مشاو والديه خطبوها له. من بعد ولا كيخرجوا هو وياها يتعرفوا على بدياتهم كثر وكثر. بدا كيتعرف بسام على امها، كيتعرف على باها، كيتعرف على الناس اللي كيعرفوهم. حتى لواحد النهار هو يكتشف واحد الامر. هذا الامر هو اللي غادي يقلب القصه كامله وغادي يخليها تبدا ازيرو. بسام مشى عند بوات حبيبه وتجمع هو وياه، واكتشف بالصدفه انه كيزور لاكارت ناسيونال ديالو، يعني عنده بزاف ديال الاسماء كيزورهم باش يتهرب من البوليس، يعني شخص اللي مبحوث عنه. وزاد اكتشف انه كيبيع المخدرات ونصاب وهارب من العداله ومحكوم عليه غيابيا، يعني شي حوايج اللي جامعهم بوات حبيبه ما فيهم ما يتشاف. فخرج بسام من دارهم، يعني من دار حبيبه، خرج مصدوم ما هدرش ومشى في حاله. دازت الايام ويتلاقى مع حبيبه وقرر انه يناقش في هذا الموضوع. بدا كيقول ليها باك شنو كيدير شنو كيدير، يعني حبيبه عارفه داكشي ومخبيه على بسام. فقال لي انه خصو يتوب من هذا الشيء وخصو يبعد من هذا الشيء. انا عائلتي معروفه وخصني نتناسب مع عائله اللي تشرفني، ووالدي ما يبغوش هذا الشيء. يعني حاورها هي الاولى. هي ما عندهاش مشكل، انا ديجا عارفه باها شنو كيدير. ما جاوبته حتى شي حاجه، ما قالت ليه حتى شي، ما عطاتو حتى شي رده فعل. فواحد النهار هو يقرر بسام انه يمشي عند بوات حبيبه ويناقش مع هذا الموضوع. وفعلا مشى عنده وهضر معاه في هذا الموضوع. قال له عمي شنو كدير، هادشي راه ماشي معقول وانا غادي نتناسب معاكم
ووالديا انت عارفهم ما يبغوش هادشي، ما يبغوش. فبات حبيبه ما عجبوش الحال وما عجباتوش الطريقه كيفاش هضر معاه بسام. بدا كيتساءل مع راسو كيقول شوف كيفاش هاد البروش هذا، كيفاش حطني انا، فاش من قيمه حطني، فاش من مرتبه حطني، كيهضر معايا بالطريقه. في ديك اللحظات بدا يقرر انه يصفيه، لانه عرف عليه شي حوايج اللي غادي تقدر تغبر بات حبيبه. اتفق مع حبيبه باش دير معاه واحد الخطه وتستدرج ليه بسام للبلاصه اللي غادي يقول ليها. فعلا داكشي اللي دار بات حبيبه، مشى شرا شقه جديده في بلاصه بعيده على البلاصه اللي كيسكن فيها، وعنده الناس اللي كيخدموا معاه، الناس اللي كيبيعوا معاه المخدرات وكيديروا معاه دوك البلاوي. اتفق مع 6 الناس منهم وخلصهم باش غادي يقضيو معاه هاد لافير هادي. حبيبه عيطات على بسام ديك العشيه وقالت له باش غنتلاقى انا وياك ونخرجوا ونديروا دويره. بسام عيطت له يعني ما غاديش يقدر يرفض ليها. جا بسام عندها، مشاو كيدوروا ضربوا دويره. ملي بغاو يمشيو قالت ليه يلا نمشيو نشوفوا الشقه ديال بابا راه شراها جديده. وافق يعني ما عندوش مشكل. مشى شاف معاه هذيك الشقه مع الدخله ديال الباب، غادي يدخل وما يدوروا بيه دوك 6 اللي معبات حبيبه. حبيبه ديك الساعه غبرات، مشات في حالها، خرجت مع صحابتها وبقات كدور معاهم. بسام شدوه كتفوه ربطوه سكوتشاو له حتى فمو. فبدا يطلب في بوات حبيبه انه يفكو باش يهضر معاه. قالوا غادي نفكوك ولكن الا غوتي راه ما تلوم غير راسك. فعلا ملي حيدو السكوتش بدا كيغوت بسام عتقوني عتقوني عتقوني. هو يقجو صافي حتى مات. ديجا هما حافرين واحد الحفره في الكوزينه فين غادي يدفنوا بسام. داكشي اللي كان دفنوه في ديك الحفره. يعني دوك 6 اللي جاو اللي فيهم جليجي اللي غادي يرجع داك الفايونس كيما كان في الارض، داك جليجي في الارض، يعني دفنوه ورجعوا داكشي كما كان. يعني ما يمكن حتى شي واحد يعرف شنو كان واقع في الدار. داكشي كيف ما كان رجع. دفنوه في ديك الحفره في الكوزينه وخرجوه كأن شيئا لم يكن بتاريخ 19/8/2018. وهذه قصة واقعية أصدقائي كما حكيت لكم. وغادي تشوفوا في الصورة ديال حبيبة والصورة حتى ديال بسام. ففي هذا التاريخ هذا ديال 19/8 اللي وقع فيه هذا المشكل، اختفى فيه بسام. العائلة ديالو بدات كتقلب عليه لأنه ما عمرو غاب عليهم بحال هاد المرة هادي. مبقى لهم إلا خيار واحد هو البوليس. مشاو للبوليس، مشاو داروا شكاية للبوليس وبقى بسام غابر. لحسن الحظ ان ديك الجثه ديال بسام عطات الريحه في ديك الشقه اللي كان شرا بوات حبيبه. عطات ريحه خانزه. السكان ولاو كيتشكاو يوميا. فقرروا دوك السكان انهم يعيطوا للبوليس ويقولوها لهم. عيطوا للبوليس، جاو البوليس لديك البلاصه، بقاو كيسولوا على ديك الشقه ديال من. بالتحريات ديالهم توصلوا انه مول الشقه هو بوات حبيبه، يعني بوات الخطيبه اللي الخطيب ديالها مختفي. يعني كاين واحد العلاقه وطيده ما بين، يعني غادي يشكوا البوليس كيفاش الخطيب ديالها مختفي وباها هو مورات الشقه. يعني شي حاجه تما. جابوا امر من وكيل الملك وفرقعوا داك الباب ودخلوا. مع الدخله كيدخلوا كيشموا ديك الريحه خانزه ديال الجثه جايه من جهه الكوزينه. فدخلوا دوك الشرطه اللي عندهم الاختصاص، الشرطه العلميه ولا التقنيه كما كنقولوا، ومشاو لديك الكوزينه وقرروا انهم يحفروا
وبقاو كيحفروا حتى لقاو الجثه ديال بسام. ديك الساعه لقاو القبض على بوات حبيبه، وجابوا حتى حبيبه حتى هي لانهم خصهم يستمعوا ليها. بوات حبيبه مادام كان مبحوث عنه ودير بزاف ديال الجرائم وديال هذا، اعترف بكل سهوله، اعترف لهم بالجريمه اللي دار. فقال لهم ملي جا عندي وعرف بانه وشنو كندير انا خفت منه وخفتو باش غادي يفضحني من بعد، فقررت انني نصفيه لانه زاد هضر معايا بواحد الطريقه اللي استفزتني، واستاجر 6 ديال الناس خلصهم وخلصهم بالزايد على داكشي اللي اتفقوا معاه، يعني قتالو في نفس الوقت كريم. فملي جاب دوك الناس حفروا وقادوا الحفره، وحبيبه دارت اللي عليها، يعني استدرجات لواحد الشخص اللي كان كيبغيها وكان يدير كل شيء على ودها باش يتزوجها. شوف شنو اللي خرج منها بكل برودة، استدرجاته ديك البلاصة وعارفة انه غادي تقتل، وخرجات مع صحابتها سهرانة، يعني ما عندهاش مشكل. شوف كيفاش كاين الانواع ديال البشر اللي خطيرين ما يمكنش انك تثق فيهم. ملي دفنو حط من فوق منه الفاخر اولا الفحم، هذاك الفحم زعما باش يمتص دوك الغازات اللي غادي تنتجها ديك الجثه. درت واحد الماده واحده اخرى باش ما تفرقعش ديك الجثه، يعني درت داكشي كما يجي، ولكن الله خيبو كيف ما كنقولوا، الروح عزيزه عند الله. اكتشفوا دوك الجيران ديك الرائحه وبلغوا الشرطه، والشرطه دارت خدمتها وشدت المجرمين حبيبه وباها. حبيبه حكموا عليها ب10 سنين، وباها حكموا عليه بالاعدام. الحكم ديال حبيبه انا بالنسبه ليا جاني ماشي منصف. القصه ديال اليوم سالتها هكا اصدقائي، كيف ما كتشوفوا انسانه اللي منحها واحد الشخص كاع الحب والاحترام والتقدير، ودار ما في جهده باش انه يكون هو الزوج المستقبلي ديالها ويعيش معها حياته. ولكن كتشوف كاين واحد النوعيه ديال البشر اللي ما يمكنش تثق فيها، سبحان الله العظيم كتبدل ما بين ليله وضحاها. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم هذه القصه، شكرا لكم بزاف والسلام عليكم.